الحلقة النهاردة سبيشال شويتين 3 لأن هي حلقة هدية لكل الأمهات. مي من أحلى الأمهات اللي انتم ممكن تتعرفوا عليها، خبرتها الكبيرة في الأمومة، ومن خلال البودكاست بتاع سبيشال أم اللي بتوجه فيه نصايح كتير علشان تحسس كل أم تعبانة إن هي مش لوحدها، وإن هي تقدر تساعدها بكل الطرق اللي تقدر عليها. مي، مبسوطة قوي إنك معايا النهاردة. وانا كمان مبسوطه جدا جدا جدا. متحمسة للحلقة جدا. اوكي. احنا النهارده معاكم علشان خاطر نقول لكل الامهات انه ممكن ياخدوا الامومه بالهداوه، وان هم ممكن يقدروا يربوا ولادهم بطريقه وهم مرتاحين علشان خاطر يبقوا مبسوطين بيهم، وبعد كده يعملوا معاهم ذكريات حلوه ويفتكروها ويبتسموا لما يعني بالزبط. يكبروا ويوصلوا مرحله يعني يكبروا في السن وكده، ويبقوا عندهم ميموريز حلوه معاهم يعني. بالظبط. اوكي، اول حاجه كده احب اعرفها منك في الاول، انتي شخص بيحب القهوه ولا الشاي؟ قهوه جدا. جدا. اوكي، لما بتصحي بقى الصبح بتاخديها كده وانتي هاديه وعندك وقت ومرتاحه، ولا بتجري؟ لا انا لازم، انا شخصيه صباحيه جدا. أوكي. فانا بالنسبه لي يومي بيبدا 4:30 الصبح. اوكي. لازم ابقى في هدوء، حاسه ان الدنيا كلها نايمه وانا بس اللي صاحي. هو ده اللي بيبدا يومي. عندك مورنينج روتين الصبح جدا يعني. طب ده حلو قوي، حلو قوي. ده ممكن بيفرق ازاي في روتين الام؟ بصي، هو انا بحس ان احنا لازم نبقى فاصلين مع نفسنا. يعني انا لو هصحى مع الولاد، واي ام هتصحى وقت ما الولاد بتصحى، هي مش هتلحق تعمل حاجه، هي هتدخل على طول في الروتين بتاعهم، فمش هيبقى عندها الروتين بتاعها. في امهات كتيره جدا ما بتقدرش تصحى الصبح، اقول لها تعملي روتين بالليل بعد ما هم يناموا. المهم انت ليكي وقت بتاعك وكلهم نايمين، انت بتقعدي فيه مع نفسك، لان ده بيسات. يعني لو انا الصبح صحيت في وقت خلاص البيت كله صاحي، انا يومي، ودي حاجه غلطه برضو لان انا I'm not flexible في الموضوع ده قوي. بحس ان اليوم لا خلاص، هو انا I'm not okay. ودي حاجه برضو مش حلوه قوي، محتاجه mental flexibility بشتغل عليها. ولكن حته ان انا ابقى اسات التون بتاع اليوم مع نفسي في الوقت بقى المناسب ليه، سواء بدري قوي او متأخر، حسب أنا الساعة البيولوجية بتاعتي عاملة إزاي. ده شيء مهم جدا جدا جدا، وحسيته فرق مع ناس كتير قوي 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 كانوا واخدين الموضوع لايتلي وفاكرينه إن هو ما بيفرقش، بس هو بيفرق جامد قوي. انتي لازم يكون ليكي وقت لوحدك، حتى لو مش متجوزة وما عندكيش أولاد، قبل الشغل، قبل زحمة المرور، قبل أي حاجة، لازم يبقى فيه جزء بتاعك انتي مع نفسك. ده هديتك، ده التواصل مع روحك وقلبك، وتسد تون for your life، لأن هو يوم ورا يوم ورا يوم هي حياتك. فأنا بالزبط. حسيت الموضوع ده فارق بطريقة مش طبيعية، والناس كمان فارق معايا قوي فعلا، راجل وست على فكرة. اوكي على فكرة انا لاحظت الموضوع ده جدا، لانه بحس فعلا لما الواحد بيصحى الصبح بيجري بيجر معاه بقية اليوم. خلاص. لو صحيت الصبح الدنيا هادية بياخد برضو اليوم بيبقى كده ماشي في الهادي يعني. طيب انا خدتك نطيتك على الحتة دي بسرعة، بس انا احب ارجع ان انتي تقولي للناس مين هي مي الخولي، لان احنا الاكسبريشن بتاع البيرنتنج كوتش ده زمان ما كانش متعارف عليه قوي. فالبيرنتنج كوتش بيعمل ايه، وازاي تقدري تساعدي الاهالي جنرالي والامهات بقى خصوصا؟ بصي، انا لما بدات كنت بدرس في 2013 وبدرس لنفسي انا بس، وكنت في ات تايم انا بشتغل في بنك، والكوربريت وورلد كانت حياتي يعني. اوكي. وكنت بشتغل لنفسي انا بس، يعني خلفت بقى فعايزه اتعلم حاجات استفيد بيها. لما كان المفروض اعمل 100 ساعه كوتشنج اورز في 2014 عشان اخد الشهاده، ما لقيتش حد رضي من اللي حواليا من الناس، وعملت اعلان ما حدش رضي يشتغل معايا. قعدوا يقولوا لا مش هنقول اسرار، وكنت لازم اسجلها، فكان في ريزيستنس رهيب. فحتى رجعت اللي هي الهيد بتاعه البروجرام، قلت لها بصي انا راجعه البنك تاني، انا في اجازه وانا راجعه شغلي، وانا مش هشتغل الشغلانه دي، انا مش محتاجه ال 100 كوتشنج اورز. صممت وقالت لي بالظبط كده، انا فاكره يوميها قالت لي you never know what will happen tomorrow. انا هجيب لك ناس من امريكا تشتغلي معاهم. والموضوع كان متعارف عليه، او ان حد يروح لكوتش ده شيء متعارف ده عليه. ده حقيقي هناك كان متعارف عليه اكتر من هنا. 2013 2014 صح. في مصر انا فعلا ما لقيتش حد يعني يقدر يسجل معايا واقدر انقل تجربته اللي هتديني السيرتيفيكيشن. فالموضوع الكوتشنج ده هو
اتشهر في العالم العربي فجأة، عشان كده حصل فيه لخبطة. هو احنا لازم نفرق ما بين ثلاث شغلانات في الإطار ده: الكوتشنج والمنتورنج والكونسلتنج. لأن ساعات الناس بتبقى مش عارفة الأمور على بعض. الكوتشنج very simple terms، حد عنده جول أو هدف عايز يوصله، قد يكون عارفه definite وقد يكون بيدور عليه، فبيقعد مع حد هو بيعرف يطلع منه نحقق الجول ده ازاي. وفي الطريقة الفيري نورمال اللي هي جول اورينتد، يعني سواء حتى في الكارير، حتى في أي حاجة لايف، أنا عايز أوصل لكذا، عايز حد يساعدني أوصل لده. المدرسة اللي أنا بحبها جدا وحسيت بفرق معاها الترانسفورميشنال كوتشنج، لأن الترانسفورميشن هي تحول، هي فعلا بتنقل الانر بينج والعالم الداخلي بتاع الإنسان، إن هو يقدر ياخد خطوات. أنا بنفسي على فكرة أقدر أحقق حاجات لما أنا من جوايا أتغير، وده شيء مهم جدا، لأن احنا دايما بنسعى نغير الحاجات الخارجية والظروف، ونغير اللي حوالينا، ومفي ده مسكنات، مفيش تغير بيحصل إلا لما احنا من جوانا نتغير. هنبص نلاقي حاجات كتيرة قوي اتغيرت. فالترانسفورميشنال كوتشنج هو مبني على ان انا ابص على ايه اللي بيعوقني كبني ادمه، كأم، كموظفه، كزوجه، whatever البارت ده، واشتغل على نفسي من جوه، بحيث ان انا خلاص انا بعد كده الكوتش الشاطر اللي يوصل الكوتشي او اللي بيشتغل معاه ان هو مش محتاجه على طول. انا مش المفروض، يعني انا اعتبر نفسي كوتش مش شاطره لو انا معايا حد مرتاح بس محتاجني على طول معاه، يبقى انا كده I'm not doing my job. غلط. الكوتش لازم يوصل اللي قدامه المرحله ان انا خلاص انا عارف طريقه تفكيري، المايند سيت، عارف فين الحتت اللي بتريجر مي، عارف لو محتاج اشتغل عليها مع حد. يعني مهم جدا انه الكوتش يبقى عنده من الوعي انه يلقط باترن مع اللي بيشتغل معاه، ويقول له خد بالك انت you may need مساعده من نوع اخر، كثيرابي او هيلينج او whatever. لان مش الكوتش مش في ايده يحل كل الحاجات، فان انا ادخل اقول I'll take it all، لا ده مش حاجه صح. ندخل على المنتورنج. المنتورنج ممكن مع الكوتشنج، ولكن المنتورنج بتبقى فيها حته زياده، ان الشخص مر بالتجربه فمسابق شخص، يعني حس بمشكله وعالجها مع نفسه، ومسابق الشخص ده بخطوه او خطوتين او 3، فاقدر انقل التجربه. او حد اشتغلت معاه بيمر بنفس الظروف فاقدر احط ماي انبوت. الكوتشنج مش المفروض ان الكوتش يجايد او يحط انبوت من عنده، هو المفروض اخد الشخص ان هو اللي بظروفه بالمايند سيت بتاعته كل حاجه لما تتظبط هو he will take his يعني way ويعرف سكته. اوكي. والكونسلتيشن بقى اتس كايند اوف ان انا خبيره في حته معينه، اقدر من العلم بتاعي اللي انا درسته اقدر اجايد حد ترابل شوت في حاجه معينه. تمام. فدي الفروق، علشان ساعات بس الناس بتبقى اتس ميكست اب شويه. اوكي طيب احنا نرجع بقى لحته البيرنتنج كوتش. اوكي وات الحاجات اللي انت يعني بتستخدميها مع الاهالي لما بيبقوا عايزين منك ادفايس؟ بصي انا دايما الام اللي بتبقى اول ما تبقى very overwhelmed، ابني عنده مشكله، بنتي عنده مشكله، بقعد اقول حطي ده على جنب خالص، مش مشكله خالص. انت عامله ايه؟ انت ايه اخبارك؟ انت العالم الداخلي بتاعك عامل ايه؟ احنا بنتجوز وكل واحد ماشي بايموشنال باجج على كتفه، طول العمر ده قاعد يلم فيها وكأنها هدوم مثلا، لو ميتافور المشاعر دي، ومحدش بيشوف المشاعر. الهدوم دي ضاقت عليا، باظت، اشيلها. احنا قاعدين بنخزن. بنبدأ 2 يتجوزوا مع بعض، فهيبدأوا حياة جديدة. قد ما يحصلش ان الشنط دي بتتفتح شوية، نروح منها كده وقافلين عليها. وانس الولاد جم، الايموشنال باجج دي لازم بتتفتح، لازم بطريقه لا اراديه. خلاص الاب والام كل الايموشنز اللي شايلينها على ظهرهم من سنين السنين بتتفتح قدام هذا الطفل او هذه الطفله.
فببص الاقي نفسي كأم شخصية جديدة تماما، قدامي حد انا مش عارفة هتعامل معاه ازاي، وده شيء طبيعي جدا. انا فعلا مش عارفة اتعامل في كائن عندي بقى مسؤوليتي الكاملة وانا مش عارفة اتعامل معاه ازاي. وبالعكس بقى انا شايلة معايا، جاية معايا لهذا الكائن تجارب. يعني خلفت 26، خلفت 30، خلفت 40، في مخزون جاي قدام هذا الطفل بيتفتح وممكن أكون بشوفه لأول مرة. وهي دي اللي أنا اكتشفت إن هي دي التشالنج أو هي دي الأوفرويلم اللي أي أم بتحس بيها، إنها بتبص تلاقي هو إيه ده، هو أنا كنت فين، هو أنا الحاجات دي شفتها إزاي، صحيت عليها إمتى، هو إيه اللي حصل، هو أنا كنت فين وجيت فين. وده شيء طبيعي جدا على فكرة، ومش المفروض ان انا اهرب منه، بس المفروض اعرف اتعامل معاه ازاي. فانا جايه بايموشنال باجج من بيتي ومن بيت اهلي، من مدرستي، من مدرسيني، من جيراني، من كل حاجه قابلتها في حياتي. والزوج او الاب دلوقتي جاي بكل الشنطه دي معاه اللي فيها كل سنين عمره وتجاربه، والشنطه دي بتتفتح دلوقتي وبنشوفها فور شور بتتفتح. يعني انا كده فهمت منك ان انتي لما بتيجي تعملي سيشن، لما حد مثلا parents او ام بتيجي، الكوتشنج سيشن بتبقى mainly مش للاولاد، بتبقى اكتر للبيرنتس. انا مقتنعه كده. اوكي. 80% من الامومه، من البيزنس، يعني لو حد بيعمل بيزنس، من اي علاقه، 80% حالتك انتي النفسيه والايموشنال باجج اللي انت شايلاها، والمايند سيت بتاعتك اللي اتكونت، ومعتقداتك، والحاجات اللي you believe in very much انها this is الحقيقه واي حاجه تانية مش الحقيقه. 80% هي دي. 20% بقى اعملي ايه ورضعي امتى واكلي امتى ونيمي امتى والدوز اند دونتس دي 20%. احنا بقى بنركز على 20% وال80% وبننسى 80% المهمين اللي هم اصلا في ناس كتير جدا مش واعيين لها خالص. فانتي بتقدري تفتحي وعيهم على الحته دي. طيب مين يقدر يعرف انه محتاج parenting coach؟ يعني هل هي مثلا ممكن تكون ام عندها بيرن اوت، ولا واحده لسه في مرحله الحمل وعلى وش ولاده مثلا بعد كام شهر، ولا مين يقدر يعرف انه محتاج parenting coach؟ بصي هي كل حد محتاج يعني يعرف احضر للخطوه الجايه ازاي، واكون انا النهارده فين. يعني الوعي ده فعلا هو نعمه جامده جدا، ونقمه طبعا at the same time لما بيكون عند حد. ولكن انا النهارده لو انا هحضر ان انا، يعني انا في مرحله، على فكره في ناس لو عندهم من الوعي بيحبوا قبل ما ياخدوا قرار الخلفه اصلا يقعدوا مع حد ويتكلموا ويفهموا ويسألوا ويطلعوا مخاوفهم اللي جواهم، ويطلعوا أسئلتهم اللي هي ساعات بتبقى، ساعات في حاجات ريزنبل وحاجات مش ريزنبل، ولكن بيتكلموا بيطلعوا الحاجات دي. فأنت عندك at any stage من حياتك أنت ممكن تكوني محتاجة حد يساعدك ويدلك تفكري ازاي، يدلك طريقة المايند سيت بتاعتك تبقى عاملة ازاي. ف you always need someone. مش بقول طبعا ان الناس تمشي على طول مع كوتشز، ولكن فهمه. في الترانزيشنز بتاعت الحياة ما يعني افضل ان ما حدش ياخدها لوحده. ودي ترانزيشن مش بسيطة، دي ترانزيشن مهمة خالص. لان انت في شخص بيبقى مسؤول منك. لا دي بصي ما قبل الاولاد، يعني حاجة الجواز طبعا دي محط، ولكن ما قبل الاولاد حاجة، وما بعد الاولاد حاجة تانية خالص. أوكي. خالص كأنها حياة جديدة، بناس جديدة، بإنتي جديدة، بالشخص اللي انتي جوزتيه وكنتي تعرفيه بقالك حتى 10 سنين هو جديد بالنسبة لك. انتي ده رول جديد تماما، ورول يعني فيه قدسية رهيبة. ايوه انا عجبني قوي ان انتي قلتي ان في ناس قبل ما بتدخل في المرحله دي في كتير بيقعدوا بيتعلموا وبيقروا. انا شايفه انه طبعا انا لحد دلوقتي بصي لسه جنزي رائعين في الحته دي بجد. اوكي. لان هم ما عندهمش القيود بتاعه طنط عايزاني اتجوز عشان اخلف. يعني دلوقتي تلاقي حتى مش هنفرح بيكي، ما تفرحوا بيا دلوقتي انتوا، يعني انتوا مش فرحانين بيا ليه؟ انا كده فرحانه بنفسي بيا ليه يعني؟ وحضرتك انا هفرق معاكي ايه تفرحي بيا ولا ما تفرحيش؟ الجيل اللي قبل كده ما كانش بيقدر، فكان ماشي في سكه ان في تايم لاين
انا هخلص الجامعه، هشتغل، هتجوز، هخلف، بس انا مش عارفه انا بعمل كده ليه، ولا انا عايزه كده ولا لا. الجنزي، عشان دايما انا بقول الخناقه بتاعت البيرنتنج بدات من جنزي. ما قبل جنزي التربيه كانت حاجه، وما بعدهم حتى الكبار منهم دلوقتي، لان انت قبل الانترنت وقبل ان يبقى كلنا كان مصادر معلوماتنا واحده، البيوت كلها بتتكلم نفس الكلام، اللي عيب هنا عيب عند جيرانكو، اللبس كل واحد، مصادر معلوماتنا من الاهل فقط. جنزي جم يا عيني اخدوا هم الصدمه ان الاهل ايه ده انا في حد تاني ممكن يملى دماغ ولادي غيري. فدي كانت الصدمه، وده الاحتكاك اللي حصل مع جنزي. هم عملوا صدمه للبيرنتس اعتقد. هم عملوا صدمه. مظبوط، صح. طبعا. وهم فعلا في عندهم تفتح وعندهم وعي في حاجات كتيره جدا. طبعا. احنا زمان لان مصدر معلوماتهم نوصل لربع الحاجات مصدر دي. معلوماتهم مش من الاهل بس، مظبوط. او من الجيران او من الفيليج اللي هم فيها، لا خلاص انا مصدر the sky is the limit. هورايزن فظيع. اوكي. انا بحسك من البودكاست بتاعتك ان انتي بصراحه بتبقي عايزه تطلعي كل عصاره خبرتك في الامومه، وبتبقي في الحلقه الواحده بتبقي بجد كين قوي ان انتي to give a lot of يعني advice، لدرجه انك عملتي حاجه لذيذه قوي اللي هي دي الجورنال اللي هي 100 days of a mindful mother. أيوة. احكي لنا بقى عن الجورنال دي، وفكرتي فيها ازاي، واخدت معاكي وقت قد ايه؟ دي اخدت كتير قوي. انا كنت كل مثلا ما ابقى انا I'm not okay فاروح لحد اتكلم معاه، مي انت لازم تبقي mindful. اعمل ايه؟ ايوه يعني اعمل قولي لي اعمل ايه؟ يعني mindful يعني ابقى يقظه، هو انا نايمه؟ فاكتشفت احنا بنبقى نايمين، احنا صاحيين، بس احنا في حقيقة الأمر مش واعيين لليوم، مش واعيين لمشاعرنا، ماشيين على أوتو بايلوت كده، في برنامج اتحط واحنا ماشيين عليه. ممكن أقول لك روبوتس. عمرنا ما بنقف نقول مثلا هو اللي قالتهولي مدرسة في سنة 5 وأنا مقتنعة بيه 100%، هو ده صح ولا لأ؟ يعني خصوصا المدرسين واحنا صغيرين كانوا دايما يرمولنا كلمه كده، لو انت مثلا انت اشطر واحده في العالم، او انت مش تنفعي. قد كده الجمله دي ما خدتش 8 ثانيه، بس هي بتفضل جوايا وبفضل مصدقاها وبتعامل كل حياتي عليها. طبعا انا كده ما عنديش يقظه، انا خلاص انا متبرمجه على whatever اللي دخل لي الانبوت وبعيش عليه حياتي. فدي اللي بدأت أحس بمعنى كلمة اليقظة. طيب أوكي، بس and so what؟ أعمل إيه برضو؟ يعني هل إن أنتي إن أنا أحس بالنفس بتاعي وأحس، طب ويومي الطويل ده اللي مليان أحداث ومليان مشاكل ومليان تحديات، هعمل إيه؟ لو أنا أقعد الصبح أعمل مديتيشن فاين، وبقية اليوم هعمل فيه إيه؟ صح. فبدأت أنا أقول لنفسي أنا عايزة أخده، يعني إيه مايندفul دي؟ اطبقها عملي ازاي. انا بحب اي حاجه، احب قوي الساينس والثيوريز وكل حاجه، بس حط لي ده في خطوات اعرف اشوفها، فاعرف اطبقها، فاعرف اوصل، يا ما اوصلش فاعرف فين المشكله. جميل. فدي كانت البدايه ان انا كنت عاملاها لنفسي، ان انا عايزه اترجم كلمه مايندفul يعني يقظه، واليقظه اكبر من الوعي. يعني اليقظه ان انت تبقي حاسه، حواسك شغاله، والحواس الداخلية بتاعتك كمان. يعني اتنرفزتي في إشارة مرور، على فكرة هو اللي حصل من بره ده مش هو السبب. يعني لو حد كسر عليكي مش هو السبب، انت جواكي في حاجة تانية، لان انت ممكن في وقت تاني ما تتنرفزيش. سيسا كنت هقولك ممكن وتعدي عادي خلاص جدا. اوكي، حد عدى غلط وخلاص عدت. صح. هنا بقى اليقظة معناها ان انت تبقي واعية لنفسك ولتصرفاتك فاخدتها بقى ايه ستيب باي ستيب كده. فاللي هو قلت اول حاجة الوعي بنفسي، انا فين، انا مين، انا ايه اللي بيضايقني، انا ايه اللي بحبه، انا ايه نقط القوة بتاعتي. لان احنا عادة ما بنقفش نعمل ايفالويشن كده وابقى عارفة انا فين، ايه نقط الضعف بتاعتي اللي انا محتاجة اشتغل عليها، وما بقاش مكسوفة منها وما بقاش حاسة ان انا قليلة بيها. دي كلها بارت من هويتي وبارت من تكويني. ولو انا ما فيهاش نقط ضعف عمري ما هحس بنقط القوة بتاعتي. فالاعتراف والقبول بذاتك ده شيء مهم جدا. فدي اول خطوة في الوعي. اوكي
بعد كده بناخد بقى خطوة خطوة. يعني أنا حسيت إن أنا دي كانت البداية للجورنال. أوكي. طيب لو أنا دلوقتي، إحنا طبعا معروف إن الكتابة بتصفي الذهن جدا. أوكي جدا. يا حرام مسحولة بكل المسؤوليات اللي عندها، مدارس وتمارين وكذا 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 وكذا. يعني إزاي تقدر تعرف البوكلت ده، الجورنال دي، ايه التولز اللي فيه اللي عشان تساعدها تخليها فعلا عندها يقظة وعندها وعي وأهدى وهي بتربي الولاد؟ بصي، هي أنا دايما بقول الجورنال دي مش لأي حد. يعني في ناس عندهم بلوكج تماما، وفي ناس يقولك لا طب أنا هحاول اوكي فإتس اوكي، وفي ناس تقولك لا أنا ماليش في الكتابة خالص، طب نجرب. فلما يجربوا ايه ده كنز انا ما كنتش عارفه. الكتابه غير حتى التايبنج. مظبوط. لان الكتابه انتي لما اقعد اتكلم معاكي انا طلعت 10% من اللي جواي، لما هكتب هطلع 90 التانيين. فسبحان الله الكونكشن ما بين الخط، القلم، مش الحاجات التكنولوجي خالص، القلم والمخ والوصلات العصبيه دي بتفرق جامد جدا جدا جدا. بتبدأي تعرفي تطلعي. فانتي لو اخدتي من يومك، انا بقول 100 days بس على فكرة انا ممكن اخلصها في سنة، فيش مشكلة. بس هم سيكونس 100 يوم يخلصوا زي ما يخلصوا. بس المهم وانا بعملهم ابقى بفكر انا بكتب كده ليه، وبجد عندي يقظة وانا بعملهم. عندي يقظة وانا بعملهم. اوكي. طب انتي حاسة ان الجورنال ده ايه اللي ممكن يكون بيميزه عن غيره؟ بصي انا اي جورنال بقالي السنين، فانا بحب الجورنالينج جدا. بس انا ما بحبش اجيب جورنال مثلا كل يوم نفس الكلام اكتبه. يعني برومبت مثلا كل يوم سؤال اجاوب نفس السؤال كل يوم. عاده ما بكملش 10 ايام، جيفن كمان ان انا برج الجوزاء، فاللي هو ما بيقدرش، يعني بيزهق بسرعه. فانا ما بحبش الطريقه دي. ما بحبش ان انا حد افضل اريفلكت نفس الحاجه كل يوم. انا هنا بريفلكت كل يوم غير التاني. يعني 100 days كل يوم غير التاني، ولكن متقسمين بباندلز. كل 10 ايام ثيم معين. يعني السيلف اويرنس اول 10 ايام، تاني 10 ايام بعرف الفاليوز بتاعتي، تالت 10 10 ايام بيسلموا 10 ايام بسيكونس معين. وكل يوم من 100 يوم غير التاني. فانا قدامي كوتش في كتاب كل يوم بيسألني اسئله. مش كل يوم، كل لما ابقى عايزه اتكلم مع كوتش او كوتش ان بوك. حلو قوي، حلو قوي، فكره جميله جدا. هي دي اللي حسيتها انها مختلفه اكتر. وبعدين في ترانسفورميشن بيحصل، وبعدين في الاخر بقولك طب انت هتعرفي ايه النكست ستيب. اوكي. جالك فيدباك من اي حد زي ما انتي بتقولي كده؟ في ناس ملهاش في الكتابه وما عندهمش باشن ان هم، كان ايه بقى الفيدباك اللي علق معاكي او حسيتي انه ايه ده بجد it made a difference؟ بصي، حد ما كنتش اعرفها قبل كده. هي عرفتها بعد ما اخدت الجورنال وبقت تبعت لي على طول وتعمل شير للجورنال ده، وبتقول لي يعني انا فاكره كويس قوي. قالت لي انا باخده معايا في كل حته. في الصيف هو في شنطتي، على البحر معايا، في البيت انا حاطاه في مكان عشان ما انساهوش، لان ده بقى بارت مهم قوي بالنسبه لي. وهعمل ايه بعد ما اخلص ال100 يوم؟ ف it was responsibility عليا كده ان like a friend كده. يعني فضل معايا كل حاجه بالظبط. في بقى كتير قوي سينجلز بعتوا اشتروه وقالوا لي على فكره احنا مش we're not mothers yet، بس احنا حسينا ان هو لما شافوه في المكتبه يعني عجبهم جدا، وحسوا لو في حاجات على علاقه الام بولادها، فبتقول بقيت احطه على علاقتي بنفسي واجاوب البرومبت. فحسيت ان هو لا، انا ما كنتش واخده بالي ان ده ممكن اوكي. بس دي حاجه حلوه قوي. انا اتبسطت الحمد لله. طيب يعني جميل. انا متحمسه جدا نقعد مع بعض كده انا والجورنال كده شويه let you know الفيدباك بتاعي، بس متحمسه عليه قوي. طيب طبعا انتي ام الولد، واكيد عدى عليكي فترات كده كانت في فترات صعبه. لو في مثلا يعني. اكيد ما زالت، بس لو كانت في مراحل عمرية مثلا بالنسبة لك شوية صعبة شوية تقيلة، ممكن تقولي ايه الأم بتواجه نفس الصعوبات دي؟ يعني تديها ايه يعني زي تip كده تخليها تعرف انه she's not alone، انتي مش لوحدك. طبعا أكيد. ممكن تعدي بكذا، ممكن تعدي بكذا. فلو عندك example ممكن تحبي ان انتي to share.
طب بصي هقول لك حاجه عشان برضو دي بتفرق قوي، لان كل مرحله وكل طفل غير التاني يعني. أوكي. حتى التوأم اوكي التوأم ممكن يبقى حد وايدنتيكال، أوكي. ممكن يبقى المرحله الصعبه عند حد غير عند حد تاني وهكذا. بس دايما الحاجه اللي بتطلعني انا شخصيا وساعدت بيها ناس حواليا، بصي للصوره الكبيره. ففي حاجات مش بتقعد، في حاجات بتاعت غلاسه السن، في حاجات ممكن اصهين واعديها، في حاجات مادام مش بتمس values بتاعتك او what is important بالنسبة لك كأم وكأسرة، عديها. لأن لو هنقف على كل حاجة هتأثر على علاقتنا بيهم جدا، لأن أكيد مفيش حد بيحب حد يفضل يقدره طول النهار. طبعا أنا بقولك كده وأنا بعمل كده، وبفوق لنفسي وافوق نفسي، ولما بغلط بعتذر، وهي دي being human. يعني احنا لا ابنك ولا بنتك محتاجينك تبقي ما حصلتيش، بالعكس هم محتاجينك يشوفوكي بتقعي وبتقومي نفسك تاني، لان هي الحياة عمرها ما هتديهم مثالية، ولا الحياة عمرها ما هتبقى بتلحقهم. فانتي بالعكس، انتي يشوفوكي وانتي بتقعي والدنيا بتلطش فيكي، وازاي بتعرفي وتاخدي نفسك وتقومي تاني. كل ده دروس من غير ما تبقي بتقوليها دايركتلي. فلو في مرحلة صعبة هي بتعدي، وهيجي أصعب منها وبعد كده تخف. يعني أنا دايما بقول إيه، التربية دي زي الزرعة بالظبط. أيوة. هو الراجل اللي بيزرع بيقعد جنبها كل يوم، ولو ما طرحتش بيقعد يزعق لها؟ لا طبعا، بس هيفضل يراعيها ويفضل يديلها ميه. يعني لما حد يقول لي الكلام مش جايب، ولاد اليومين دول الكلام مش جايب نتيجة معاهم، لا جايب، بس ما تبطلوش كلام، اتكلموا. يمكن مش هتحصدوا. أنا رأيي إن في التربية بالذات الحصاد ده لما يتجوزوا بقى وتبقوا جدود، دي بقى الحصاد. يبقى كويس مع مراته، محترم مع مراته، طريقته بيتعامل ازاي مع الناس بره، كويس مع اولاده، في شغله ناجح، بني ادم مش بيزعج اللي حواليه، بني ادم مش مؤذي، بني ادم بيساعد، بني ادم طيب. عشان ناس كتير قوي دلوقتي تقولك لا انا لا، ربوا ولادكم يبقوا طيبين يا جماعه. رب يعني الخير لازم يبقى موجود. ما احنا خلاص، ما احنا شايفين بقى اللي هو اضربك اضربه، ما احنا شايفين، ما احنا أيوه. عايشين فيها اهي. أيوه. نفعت ما نفعتش. أيوه. طب نحاول نغير وفي الطريقه. ناس مقتنعه ان ده صح، نحاول نغير الطريقه. لا انا هقول لك هو ايه اللي صح، مثلا في اكزامبل زي ده عشان بيحصل كتير قوي مع دخول المدارس. يا ريت. هو انا مش حكايه اللي يضربك اضربه، هو اللي يضربك فهمه انك تقدر تضربه، بس انت هتختار انك ما تعملش كده. يعني انت هتبين له قوتك، فانت ممكن لو حد هيبدا يضربك هتمسكه جامد وتبص في عينه، لان البصه في العين عاده اللي بيضرب او بيعمل اي فيزيكال اجريشن او كلام او بولينج او اي نوع، هو بني ادم ضعيف جدا جدا جدا. أوكي. الى اقصى درجه. فمجرد يحس ان اللي قدامه مش هيسكت له، هو بيرجع على طول. دي انا واثقه من اللي انا بقوله ده، يعني 1,000,000%. دي حقيقة. البني آدم اللي بيلجأ لأن هو يشتم أو يضرب أو يقول كلام يجرح حد، عارف اللي قدامه فيه نقطة ضعف فبيدوس له عليها، ده بني آدم ضعيف جدا وغلبان جدا جدا. فلو أنا عرفت أوقفه عند حده من غير ما أضربه، بس أنا حبيبي هضربك، امسك إيده وبص في عينه، قوله على فكرة أنا ما أقبلش كده، وأنا ممكن أضربك بس أنا مش هضربك، وتسيبيه. أتحدى إن الولد ده او هيقربوا تاني من اللي قال لهم كده. في سؤال كان متأخر شوية بس أنا يعني هقربه لأن هو لايق على اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. في بوست انت كنت حطاه عندك على الانستجرام بيقول our children will do things that trigger us. اشرحي لي بقى الحكاية ده لازم. اشرحي لي بقى الموضوع ده. الشنطة الايموشنال باجج اللي احنا جايين بيها. اوكي. هم احنا فاكرينهم بتوعنا، بس هو كائن ربنا خلقه لنفسه ولحياته وللدنيا. فهم وهم في رحلة حياتهم هيدوسولنا على زراير كده. تمام. ده مش غلط، ده هو ده الصح. لو ما عملوش كده تبقى فيه مشكلة. بالعكس هم جايين علشان يورونا. مش احنا دايما بنقول للولاد بيربونا؟ لسه حالا كنت هقول المقولة الشهيرة. لا هم مش بيربونا، هم احنا بنكمل نضوج وتربية معاهم، لان احنا بنشوف الحاجات اللي بتريجر اس، الحاجات اللي بتعصبنا، الحاجات اللي بتدوس لنا على حتة احنا محتاجين
عارفه لو جرح كده لا محتاجين نفتحه ونبص فيه. في ناس تقول لي لا مي انا ما بحبش خالص افتح ده، انت حره، this is it's totally. بصي هي الحياه عباره عن سلسله اختيارات. فانت هتنقلي التريجر ده عليهم ويبقوا هم اللي غلطانين، وتقعدي تحاولي تفكس وتصلحي كأنها حاجة يعني هم فيهم حاجة. انت دي تجربة حياتك، بس لازم تبقي عارفة ان انت لما هتكبري، دايما بحب قوي اعمل فيجواليزيشن كده، ان تخيلي عيد ميلادك 100 وانت بكامل صحتك في كامل اناقتك، ولادك حواليكي وكل حبايبك حواليكي، اولادك انت 100 سنه، فانت اولادك بقى ان شاء الله واحفادك خلفوا وكل دول حواليكي. ايه اللي انت عايزه يبقى الوضع عليه؟ عايزه علاقتك ايه معاهم؟ عايزه تشوفي هم بيقولوا عليكي ايه؟ وكل ده هيبدا النهارده، شغل من النهارده اكتشلي من امبارح، بس هنبدا عليه من النهارده. كل حاجه هنبقى عايزين نحققها واحنا 100 سنه لازم تبدا من النهارده، لازم تزرعيها من النهارده. ما ينفعش اقول ان انا عايزه اولادي بيجروا عليا ومش عايزين مثلا ما صدقوا يسيبوا البيت ويطفشوا مني، وابقى انا النهارده بعمل حاجات مش بنرتشر ومش بروي العلاقه والكونكشن اللي بيني وما بينهم. فالجزء ده ان هما الولاد لازم يغلطوا، والولاد لازم يعملوا حاجات تثير اعصابنا. هي شغلانتنا احنا ان انا اعرف هي ليه دي اثارت اعصابي، علشان انا انظف بقى اللي عندي اللي عشان جوه انا ده. بقى اكبر اجرو ويحصل لي نضج واماتيور، ويبقى يبدا يبقى عندي حكمه، وابدا اعقل الامور وافهم انا بعمل كده ليه وبقول كده ليه. ما ببقاش ماشيه في الدنيا كده فاهمه بخبط فيها، وحاجه حصلت لي برميها على اللي حواليا. في ناس كده هي تشويس، بس هي تشويس، اختيار، هي تشويس صح. مش عايزه تتوجعي النهارده هتتوجعي بكره، عايزه تقفلي على الوجع ده هيحصل في يوم من الايام انه يتفتح اصعب. بس without يعني دي لازم تبقى قرار داخلي برضا تام ان حد عايز يفتح ملف معين. لكن عايزه تتنرفزي على اولادك جو اهيد. حلو قوي الفيجواليزيشن اللي انت وعلى اتكلمتي فكره عنه. هيحصل يعني هل مثلا حد ماشي في سكه كويسه واخد باله وبيشتغل على نفسه، هل عمرها ما هتنرفز؟ لا طبعا، لا طبعا اكيد ما حدش بيرفكت يعني، بس هبقى واعيه بقى لنفسي بالظبط وهبقى عارفه انا بعمل كده ليه، ولما هغلط هعتذر. وكل ده ليه؟ علشان احنا هنغلط مع اولادنا ولازم، واهالينا على فكره غلطوا معانا، بس مش عشان هم وحشين ولا عشان احنا وحشين هنغلط معاهم، عشان احنا human beings. بس على قد ما اقدر ما سيبلهمش جرعه من العقد اللي يحتاجوا يتعالجوا فيها لما يكبروا. ايوه ايوه فهو ده الهدف. لكن هيحتاجوا يتعالجوا هيحتاجوا يتعالجوا، هيحتاج باختلافات برضو وبدر تشويس وباختيارهم، بس بدل ما اسيب عمق جواه يعكنن عليه حياته طول عمره او طول عمرها، لا دي بقى مسؤوليه، الحقها في البدري، دي مسؤوليه. طبعا. لا حلو قوي فعلا موضوع الفيجواليزيشن اللي انت كلمتي فيه ده، لانه لما انت قلتيها بصراحه انا عمري ما فكرت فيها من الانجل ده. يعني انا لسه مش بس يعني انه لو في حقيقي فكرت بيها بالطريقه دي هتراجع نفسها 1000 مره قبل ما تاخد اي اكشن ممكن هي ترجع بعدين وهتبص بقى تزعل وتندم وفي حاجات بقى ما كانتش تنفع معاها الخناق قوي. يعني هتلاقي اي مثلا من الامهات الكبار تتكلمي معاهم، يا ريتني ما قعدتش اتخانق مع اولادي على المذاكره، يا ريتني ما تعصبتش عليهم كتير، يا ريتني ما اتخانقتش معاهم على المذاكره وقعدت افقد علاقتي بيهم. أيوه. علشان طول النهار عايزاهم يجيبوا الدرجات النهائيه. يا ريتني ما كنت ان احنا نشوف الصوره الكبيره والبيج بيكتشر دي بتفرق جامد جدا، هتخليني اعرف اقف امتى وما اقفش امتى، وفي حاجات نقف عندها ونوجه ونقوم مرة واثنين وثلاثة وعشرة و100، وفي حاجات ممكن نعديها. لو جينا مثلا اتكلمنا على ست في مرحلة الحمل دلوقتي، اوكي، هي عندها 1,000,000 لخبطة جوه دماغها، وطبعا في هرمون الرولر كوستر بتعدي بيه. ايه المانيوال اللي انتي ممكن يبقى مانيوال كده سهل وبسيط تديهولها علشان هي تقدر to process her thoughts اللي بتعدي بيها دي؟
بصي هو المانيول ان انا ابقى مفهماها ان طبيعي اللي هي بتمر بيه ده وفاليد ومش غلط، ولو انتي خايفة ده طبيعي جدا، ولو انتي متوترة برضو ده طبيعي جدا، وان حياتك مش متخيلاها هتبقى شكلها عامل ازاي ده طبيعي جدا. فانتي مقبلة على سيزن جديد في حياتك. حياتنا عبارة عن سيزنز، ففي سيزن انتي بتنتقلي من سيزن لسيزن، خصوصا لو ده اول بيبي يعني. أيوة. فهي حياة جديدة تماما. ما تتكسفيش انك تكوني تبيني خوفك ومشاعرك وقلقك وساعات انك مش مبسوطة. اتس اوكي على فكرة، ده شيء طبيعي جدا، بس اعرفي ان انت داخلة على حاجات هتمر بيكي هي طبيعية جدا. يعني مش هتنامي فده طبيعي، مش حاجة، مش مفاجأة، مش حياتك وصحابي وحياتي وشغلي ده سيزن. هل انا هفضل على طول مش عارفه انام؟ لا، ولا مفيش هتقولك كده، مفيش هتقولك كده. احنا بس ساعات بنحب نإكزاجريت، وساعات بنحب ناخد عطف الناس حوالينا، وساعات المجتمع والموروث بتاعه هو انت لسه شفتي حاجه بتكرهنا في عيشتنا. أيوة. اي لو حد لا هو انت لسه شفتي حاجه يبقى اللي يعني انتوا بتكرهوني ليه يا أيوة. جماعه في الموضوع يعني. وتلاقي صحباتي مثلا اللي هم دلوقتي بقى امهات وعندهم مسؤوليات وكده، يا رب اشوفك كده في يوم من الايام زي ليه؟ طب ليه؟ طب وليه وحش؟ ليه؟ يعني وليه وحش؟ فاهمه قصدي؟ فاللي هو ايه، let's be realistic ان في تغيرات هتحصل، تبقي بس mindful ليها وتبقي واعيه ليها، عشان لو حسيتي باي اعراض اكتئاب ما بعد الحمل ده very valid ولازم تطلبي مساعده. خدي بالك احنا في امهات كتير قوي بتخاف او تستنكر على نفسها انها بعد ما ولدت انها مش كويسه، عشان تقولك انا كده بتبطر عن النعمه. ايوه. لا، على فكره انت عندك كيمستري في جسمك متلخبطه، من حقك لو انت you're not okay ومش مبسوطه بولادك تتكلمي وتطلبي مساعده، لان ده شيء طبيعي انه ممكن يحصل طبعا. مش هقول بتحصل لكل الناس، بس بتحصل أكيد لامهات كتيره جدا. صح. فده شيء طبيعي. حسيتي ان انت ده مش معناه لو انت مش كويسه مش معناه ان انت وحشه، ولو انت مش قادره تعملي الحاجه A1 يبقى انت لا مش هتعملي. ولو بتفكري ان انت عايزه تبقي مثاليه ده اول ريسيبي للفشل. فلو واحده لسه يعني حامل، بالراحه، ده سيزن جديد، اعتبري صفحه جديده، بصي عليها وانتي كيوريوس وعندك فضول تكتشفي النقط القوه بتاعتك الجديده ايه، لان ده شيء ربنا يعني دي اكتر حاجه طبيعيه في العالم، في الدنيا اللي ربنا خلقها لنا كده. فاليسر هو الاساس. يعني لازم تبقي حتى المايند سيت دي ان اليسر هو اساس. ان يعني لو انا هبقى بعذاب واخده كل حاجه على اعصابي يبقى انت غلط، مش هو ده اللي ربنا عايزه. اليسر هو الاساس، والتعب والصعوبات دي اللي بتيجي جنب الموضوع. فتيكت از مرحله جديده هبص لها بفضول وعايزه اكتشف القوه الخارقه اللي عندي الجديده اللي انا ما كنتش اعرفها عن نفسي، واي حاجه واي تعب بيعدي. في كده دي حاجه انا عايزه اسالك عليها. في كده say في فيلم بتقول having a baby is like having a tattoo on your face. اوكي. الناس اللي لسه ما خلفوش وما اتجوزوش وما عندهمش لسه أسرة أو أي حاجة، هديكي اكزامبل. أنا من الناس اللي بتقعد تفكر وتقول هو أنا هعرف أبقى هو أنا هعرف أجيب ولاد ويبقوا وربيهم ويطلعوا يبقوا مسؤولية صالحين كده في المجتمع؟ هو أنا هعرف أخد بالي منهم؟ أنا لما بلاقي طفل بيشرق باخد بعضي وبجري. يعني بخاف جدا من لا برضو لما هتبقي مش تعملي كده، إن يحصل لهم حاجة زي كده. فدايما لا. عندي حتة الخوف اللي هو أنا هعرف أعمل ده. فهل ممكن يبقى حد لما حد بيعدي بالفيرز دي يعمل ايه علشان ما يخليش الفيرز دي توقفه انه ياخد اصلا الخطوة؟ هقول لك حاجة، دي جيم العقل في طريقته ان هو او في طريقه ان هو يحمينا، بيقعد يعمل لنا شوية سيناريوهات كده عشان نحس ان احنا ان كنترول، بينما في الحقيقة احنا ما عندناش كنترول على حاجة خالص خالص
بمعنى كلمة ما عندناش كنترول على حاجة خالص. اوكي. ده وهم كبير جدا. اوكي. بس أنا باخده علشان أنا عايزة أطمن، وعقلي عايز يحسسني بأمان. فأي حاجة بره اللي أنا متعودة عليه ده ممكن يكون زعزعة للأمان، فعقلي هيقولي ما بلاش أحسن. دي أول حاجة. تاني حاجة، هيطلعوا أولاد صالحين ولا أولاد مش صالحين، دي مش بتاعتك خالص خالص. هو أنتي ربنا ادانا كلنا شوية صلاحيات من قدراته، بس حاجات بسيطة جدا على قد اللي تمشينا في هذه الدنيا. ولكن هل انتي عندك كنترول على انك ذاكرتي وذاكرتي وعملتي كل حاجة هتحلي كله صح؟ لا لا. ودي لازم تبقى عندنا على فكرة على كل مخاوف. يعني انتي مش النتيجة مش بتاعتك خالص، انتي ما عليكيش غير السعي وتمشي في حدود الامكانيات اللي ربنا اداها لك. لان احنا ساعات بنفتكر ان احنا نقدر وان كنترول، وان احنا نقدر نتحكم فيهم لا خالص خالص. يعني ده حتى لا إكراه في الدين. فأنتي متخيلة إن أنتي ما تعرفيش تكرهي ابنك إنه يأكل حاجة ومش عايز يأكلها، بس أنتي حاطة في دماغك إن أنتي تقدري تعملي كده. هتحطي في أمهات كتير بيعملوا كده. ما هو غلط. ما هو ده سبب المعاناة اللي احنا فيها كتير قوي، إن احنا فاكرين إن احنا إن كنترول، بينما احنا مش إن كنترول. احنا ربنا نزل لنا مانيول امشي عليه، وادانا شوية قدرات على قدنا، وكل واحد قدراته غير التاني تمشيه، لكن النتيجة مش بتاعتنا. فانتي في ناس بتاخد قرار ان انا مش عايزة اخلف لان انا مش هعرف اخد المسؤولية. بقعد اتكلم، ده لو حد طلب مني يعني. ايوه طبعا. بقعد اتكلم، بصوا السيناريوهات اهي، ولما تكبروا ده الوضع اتس اوكي، انتوا حرين، بس تبقوا شايفين الصورة كاملة وتاخدوا على اساسها القرار. ولكن ان عشان خايفة انا هعمل ايه ومش هعمل ايه وبتاع، انا عايزة اقولك انا كانت في واحدة صاحبتي مش جبانة، هي لو لقت حد مش بقى بيشرق يعني بيكح تمشي. انا قعدت معاها مرة وابنها بلع حاجة، هي لترلي دخلت حطت ايديها في زوره ورقبته بطريقة معينة والحاجة طلعت. انا شايف ام دي سوبر باور مختلفة، انتي ما بتبقيش عارفة انها عندك اصلا. اوكي. فما تنعيش هم الحاجة دي خالص، وما تنعيش هم ان انا لازم ابقى عارفة كل حاجة من day one ولازم اكنترول كل حاجة. لان guess what, you're not in control of anyone الا انتي، الا نفسك. وده برضو to a limit. يعني حتى ربنا مش مديكي كافة الصلاحيات ان انتي تتحكمي في نفسك وفي مصيرك وفي كل حاجة، ولكن هو ربنا هيشوف سعيك، هو ده اللي مطلوب منك، بس مالكيش دعوه بالنتيجه. لسه حد عجبتني جدا كان بيتكلم بيقول ايه الاصل في التربيه، لما ولادكم تبقوا وعدتوهم بحاجه اخر يوم في الامتحانات تجيبوا لهم الهديه دي، اذا النتيجه ما طلعتش وبتاع، فبيقول لك لا انت كده بتعلمهم انا شفتك عملت اللي عليك فخلاص هديك الهديه، النتيجه دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي النتيجه دي خلاص، دي نتيجه دي خلاص. الهديه دي بتاعت مجهودك بس ان انت سعيت وحاولت بس. وده عشان يخلينا نبعد عن الاسباب. احنا بنعظم الاسباب ولكن هو رب الاسباب اللي انت بتلجئي له في كل حاجه في كل حاجه. فبلاش الاحساس بان انا لازم ابقى شايفه الصوره كامله ومجهزه نفسي، لان انت عمرك ما هتبقي جاهزه، هتبقي جاهزه اون ذا سبوت، عارفه اون جوب تريننج. ايوه لما تتحطي في الموقف. الامومه اون جوب تريننج. حلو. ومهما تكوني قريتي ومهما كل حاجه، بس اون جوب تريننج، وقت البراكتس غير بالظبط. اوكي. طيب الام اللي دايما بتبقى على طول عندها جلد ذات وما بتعرفش تطبطب على نفسها ومهما بتعمل دايما حاسه ان هي مقصره، ممكن هي تعمل ايه بس علشان تهون على نفسها شويه وتبقى احن على نفسها شويه؟ تعرف انها مش في ايدها تعمل كل حاجه، وان ربنا مش عايزنا ما بنغلطش، ومش عايزنا مثاليين، ومش هنبقى مثاليين حتى لو احنا عايزين. وان الولاد زي ما قلت كده عايزين ام فيها روح، مش ام ماشيه بالورقه والقلم وده كده غلط وده كده صح، والدنيا مش كده، وهم مش هيعرفوا الولاد يمشوا في الدنيا كده.
فحتة جلد الذات دي نتجت من ان في فريم او معطيات او موديل احنا حاطينه لازم نمشي عليه، اي حاجة براه فاحنا كده مش كويسين. خلاص بقى احنا عرفنا ان ده exactly. وده بقى يودينا للحتة بتاعت الجادجمنتال mothers، انه رغم ان هم كلهم امهات وكلهم اكيد عندهم struggles وبيعدوا بحاجات شبه بعض، ليه في امهات بيعملوا judgments على امهات تانية، انه بصي دي ما بتروحش مع اولادها التمرين، بصي وهم دي مش عارفين الظروف بصي ايه دي سايبه بس دي ثقافات بقى، دي على ما اعتقد ثقافات وبتبقى يعني حساها حاجة اجتماعية اكتر ما منها حاجة تخص الامومة شوية. يعني احنا عندنا حتة الجادجمنت دي للأسف، مع انها يعني منهي عنها تماما تماما، ولكن ساعات بتبقى جزء ان انا عايزة اثبت لنفسي ان انا كويس، عايزة اثبت لنفسي ان انا احسن، عشان انا حاسة ان انا I'm not okay في حاجة، فالله ده انا بعمل حاجة احسن منها، فابدأ اشاور على اللي قدامي. ودي اكتر حاجة بتبين ان انتي، او يعني اللي بيعمل جادجمنت ده اكتر حاجة بتبين ان المشكلة عنده هو. ف ما بقاش حد قوي بيسمع للجادجمنت زي زمان. أوكي. زمان كانت very harsh وكانت بتوجع، ما زالت كلمة صعبة، ولكن بدأ يبقى عندنا وعي اللي هو الجادجمنت ده لو بيقول حاجة بيقول على اللي بيطلعه مش على المتلقي. فده يبقى الحل، انه لو في واحدة ممكن تبقى صلابتها النفسية ضعيفة شوية، لو سمعت حاجة زي كده تعرف انه المشكلة مش عندي، المشكلة مش عندي. وحاجة تانية كمان، انا لو عرفت الفاليوز بتاعتي وايه اللي مهم بالنسبة لي، صح، انا خلاص مش هيفرق معايا، ما هي دي. لكن انا مش عارفة ايه اللي مهم وايه اللي مش مهم، وانا لازم اعمل ايه عشان ابقى كويسة، وبير بريشر وضغط مجتمعي حواليا. لو انا عارفة ايه اللي مهم بالنسبة لي وبيفرق معايا وعايشة عليه، صدقيني مش خلاص هي دي الصلابة النفسية والجزء اللي هو هيخليني empowered ومتمكنة، حتى لو أنا بعمل حاجة مش على هوا اللي حواليا، بس أنا واثقة في نفسي up to the standards بتاعت الناس التانية. بالظبط. ده بقى ينقلنا عند حتة الكومباريزن. اوكي، نحن عندنا دلوقتي على الانستجرام صور وفيديوز well edited، وانتي كمان عملتي حلقة لذيذة قوي بتتكلم عن الكومباريزن. حلقتين صح، كان ليها part 1 و part 2. بالظبط. فتقدري تلخصي الحلقات دي ازاي ما بين مثلا بنتكلم من 3 ل 4 tips علشان خاطر الأم تحمي نفسها من حتة الكومباريزن، ان هي تقارن نفسها بأمهات تانية؟ لازم نفهم ان الكومباريزن ده شيء طبيعي ومشاعر حقيقية بتحصل وطبيعي، ومش لازم أجلد نفسي لما أحس بيها. فطبيعي. طبعا السوشيال ميديا زودتها جدا، ده شيء يعني it's okay، ولكن في المجتمعات والعائلات ده شيء طبيعي ان انا هكمبير نفسي للامهات خصوصا اللي في سني، وهكمبير ولادي للولاد اللي في سنهم. الاخطر من وجهة نظري انا ان انا اكمبير نفسي بفترات سابقة ليا وكان سيزن حياتي مختلف فيها، فانا تخنت فبقارن نفسي وانا مش تخينة فبجلد نفسي، ده خطر. والخطر الأكتر إن أنا أقارن نفسي بصورة أنا متخيلها لازم أكون عليها. يعني أنا لازم في سن كذا أكون عملت كذا وبقيت مديرة في whatever في الليفل بتاعي وكذا، وأم ناجحة وبطلع على الغلاف المجلات وشكلي مش عارفة إيه، بس أنا مش كده. فبقارن نفسي بشكل أنا عندي اعتقاد إن هو ده الصح وهو ده اللازم. اوكي، ده بقى من اخطر ما يمكن. لكن هتقارني نفسك بحد تاني this is very normal، ولا عيب ولا حرام. المشاعر مفيش فيها صح وغلط، هي اللي انا هعمله بعد كده ايه. هل انا هيبقى ما عنديش سلام داخلي؟ هل انا هبقى عايزه اكوبي كات اللي انا وهي حد ظروفها مش زيي وحياتها مش زيي، هبقى عايزه اكوبي كات وخلاص؟ هل أنا هتمنى للحد ده حاجة وحشة؟ هي دي اللي أنا لازم أخد بالي منها. لكن الكومباريزن هتحصل لأن إحنا بني أدمين. اللي هعمله بعد كده هو ده اللي مهم. هل أنا هشتغل على نفسي بما يناسب شخصيتي عشان أبقى
حاجة حسيتها كويسة عند حد فأنا كمان عايزة أبقى كويسة، دي حاجة حلوة جدا، بس مش هنكرها عليهم، مش هستكتر حاجة على حد. ف it's totally internal، يعني ده شغل داخلي قوي، محتاج أمانة جامدة جدا علشان أعرف أواجه نفسي وما يأثرش عليا بالسلب. طيب ده بالنسبة للكومباريزن بتاعت من الأم للأم، أنا بقارن نفسي بحد. لو بقى الأمهات اللي بتقارن ولادها بالولاد التانيين، فبالتالي بتحط لود على الولد، إنه زي مثلا زمان احنا تلعب معانا اللعبة بتاعت انت ليه ما جبتش درجة زي فلان، انت ليه مش شاطر في المادة دي زي فلان. والاخوات مع بعض، والاخوات مع بعض بالظبط كده. فازاي دي طبعا اصعب. فازاي لانه بتعمل مشكلة بين الاخوات، فازاي ممكن نحمي ولادنا من الموضوع ده؟ هحمي ولادي لما انا اشوف كل واحد كامل كيونت لوحده. دي هتبدأ مني انا على فكرة. أوكي. مش تبدأ بالولاد. الولاد طبعا. الولاد هم يعني بالعكس، هم لو هم قارنوا نفسهم وشافوا نفسهم اقل، وساعات بيبقوا فعلا مثلا قدراتهم اقل، لا ده دوري ان انا اقول لهم لا على فكرة. وابدأ اشوف كل واحد فيهم زي ما ربنا خلقه بني آدم كامل متكامل، وحتى لو في نقط ضعف فهو أنا لو دورت هلاقي نقط قوة. الدنيا مش بالمثالية دي، بس حتى لو قارنت أقارن مع نفسي، ما وريهاش للولاد. لو انتي فعلا عايزة تطلعي ناس عندهم أو ناس أقول إيه عندهم أو أسوياء نفسية، حتى لو جاتلك وحسيتي بيها ما تبينيهاش وما تقوليهاش وما تطلعيهاش. اوكي، فهتخليها بينك وبين نفسك بالزبط. علشان دي طبعا ما تأثرش عليهم. بالظبط. اوكي. في كمان النقطة اللي بشوفها انا كتير كمان وناس اشتكوا منها، انه تلاقي مثلا حد بياخد كومنتس من اجيال بقى old generation. اوكي، ممكن الامهات، ممكن الحموات، ممكن ناس حوالينا في العيله، انتي ليه دخلتي بنتك نيرسري بدري قوي كده؟ انتي قلبك جامد وما عندكيش قلب تدخلي بنتك، انتي ليه اوفر اتاتشد قوي بابنك كده ولحد دلوقتي ما دخلتيهوش نيرسري؟ فهم يعملوا ايه بقى مع كوكتيل الانتقادات دي؟ لا، هياخدوا الكوكتيل ده بحسن نيه شديد يعني. اوكي. وبرضو لو انا عارفة ان انا صح، 80% بتاعتي بتاعت نفسي بتاعت my mental health، الفاليوز بتاعتي، انا عارفة ان انا بعمل ايه صح لولادي لبيتي، بس هاخد الكلام منهم. لان برضو الناس الكبيرة الجميلة دول عندهم خبرة لا يستهان بيها، قد ما تنفعش مع ظروف حياتي، بس هاخدها وهسمعها ويعديها يعني ياخدها واتقبلها واعمل بيها. فلو انا راكزه وجراوندد وعارفه وواثقه في نفسي وواثقه في اللي انا بعمله، هاخد المواضيع، مش المواضيع دي مش هتهزني جامد زي ما انا اكون مش واثقه ومهزوزه انا ذات نفسي. فدي احدى الحاجات اللي هي لما بتكلم فيها مع حد ما تزعلوش، اتس اوكي. على فكره مش قصدهم حاجه وحشه، يا تاخدوها وتعدوها من الناحيه التانية، يا يمكن يكون فيها بوينت تاخدوا بالكم منها، لان برضو الخبره لا يستهان بيها. وفي حاجات خلاص، بس ده ما يمنعش ان احنا ممكن نتضايق. بس قصدي ايه، انا حدي الباور بتاعتي لاي حد يكلمني، ما انا لازم برضو، وده بيلر من البيلرز، انا لازم برضو ابقى الباور بتاعتي دي وطاقتي دي اكتر يعني اهم واغلى حاجه عندي. هل انا همشي ابقى اصرف فيها كده؟ اي حد يقول لي كلمه بايخه اقعد طول النهار افكر فيها؟ مش من الحكمه خالص ان انا اعمل كده. فلما يبقى عندي يقظه هبدا اخد بالي، هو انا متضايقه من كلمه طنط اللي قالتها لي من يومين؟ لا كمان يعني مش المفروض ان حاجه زي كده، واقرر ان انا I'll put it aside وخلاص انتهى. ما اديش الباور بتاعتي اوزعها كده على الناس كلها واقعد انا بلا باور وبلا طاقه. حلو قوي، حلو قوي. اللذيذ ان احنا كل الاسئله اللي سالتها لك يعني كانت الاجابات فيها باور من ناحيه الاجابه، وفيها هوب في نفس الوقت. يعني انا عجبني قوي ان البرسبكتيف كان جاي في الاتجاهين دول. اخر حاجه كده لو حابه اطلبها منك، انه انتي ممكن تدي يعني زي كبسوله لذيذه كده للامهات، ان هي تبقى حاجه دايما تحطها في بالها
لما تلاقي نفسها داون أو لما تحس إن هي she cannot do it anymore أو إن هي frustrated قوي من إحساس الأمومة أو إن المسؤوليات عليها بتزيد؟ هقول ان انت اقوى مما تتخيلي، ومش غلط ان انت تقعي وتتعبي وتقولي مش قادرة، بس حطي في قرارة وفي الباك اوف يور مايند كده ان انت عمرك مع you will never give up، ولا على بيتك ولا على ولادك ولا على اي حاجة. ده مش قرار. لما بنحط في دماغنا ان احنا قدها، بس انا تعبانة يا رب شوية وانت عارف، فانا هاخد اجازة، مش هبقى معاكم بس انا تعبانة، انا مريحة، هاخد اجازة وارجع تاني اقوم واكمل، لان انا اقوى مما انا اتخيل. وممكن برضو تفكر انه في مي تايم، يعني مش لازم تهرسي نفسك 24/7. اعملي بقى whatever. بس انا بتكلم بقى كمان على لما حد يجيب اخره ويبقى الايام صعبة، ولا بقى مي تايم ينفع معاها. أيوة. ولا مفيش بقى خلاص. ساعات بتبقى بتقفل خلاص. انا هقدر عليكي بس هريح لي كده شوية وراجعة تاني. never give up. حلو قوي. ثانك يو مي. انا اللي متشكرة جدا معاكي النهارده، وبجد كانت conversation very deep وفيها information بجد helpful قوي. انا اللي ثانك يو على الفرصة دي. ثانك يو.